وصاببها وكان. يا عم جيتك لحد بيتك ليد بنتك انا تقدم على المله بشرع الله ونص الدين باتناني مرادي غلط وادي طلبتك قولها ليتا. فقير الحال فقير المال غني المبتغى للهم أعف النفس وصلي الخمس وراعي ربي الأعظم ومهما صار مع الأقدار أبرضى بالذي مقسم. يا عم أرجوك لا ترمي الشوق في عيني وقلبي المغرم بطهر الأرض عرفنا بعض من احنا صغار لو تعلم. لا تحرمنا لا تعدمنا وربك ما رضى بالظلم. يا عم ناظر ترى الخاطر يبيها من سنين كم يا راعي الخير هوانا طير لا توقف في طريق الحلم وخذ مني وعد اني اخليها في مجرى الدار. من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالبداية نشكر اخوتنا واخواننا على استقبالهم وحفاوة الترحاب. ان شاء الله جمع مبارك من اجل احياء سنة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صدق الله العلي العظيم. وفي موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الزواج سنتي فمن أعرض عن سنتي فهو ليس مني. وفي حديث آخر للإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: خير ما يرزق به الله الرجال هي الزوجة الصالحة. أخواننا الأعزاء الحضور الكريم، مثل ما تعرفون الحياة مبنية على أسباب. الأسباب هي تكون علاقات، مرة تكون العلاقة لها المصاهرة ويتكون منها الخال وابن الأخيت، ومرات تكون لها أسباب أخرى. فمن توفيقات أخوتكم آل بنايل آل بدير فلاح الحج جريد أستاذ معروف، أهله وعائلته وأصله وقيمته ما بين ناسه، وهاي رسالة واضحة اللي تقدم وياه هيك ناس أكيد إلى مقبولية بين عمامه وناسه ولايته مجتمعه. فناقل سادة آل بدير وجاويد آل بدير كل المسميات مع حفظ الألقاب والعناوين، ناسنا اللي ما ننساها اللي جايتنا من غير مكان طبعا أهلا وسهلا بها. طالب القرب من عندكم من أجل طلب يد كريمتكم على سنة الله والرسول، وهذا أعتقد كل إحنا مستمرين بهذا المشروع.
يوم اني الناس تنقل علي وتطلب مني، ويوم انا انقل للناس واطلب من عندها. احنا ما نطول عليكم بالحديث، والا هو الطلب اللي جايين من اجله احنا يستحق حديث اطول. حقيقه المراه هي العز وهي الشرف وهي الفخر، وهي مثل ما يقولوا لنا شعر الشارب الرجال. فاني اكتفي بهذا الحديث واترك الحديث للمشايخ للساده الجاويد الموجودين. تفضلون. سيدنا الجليل حقيقه، وعمامنا المناشي وعلى راسهم ابو محمد بن عبد العزيز البدر. اليوم عمامكم المنايل اللي هم حقيقه آل بدير، نوعينا هالاعمار هاي الطويله هم اليوم جزء لا يتجزأ من آل بدير. نعم حقيقه، وحريصين جدا على هذا الاسم هم طبعا ولا المعروفه. والاستاذ فلاح حقيقه غني عن التعريف، وزميلنا كان بالدراسه ومعروف عن عائلته ووفائهم واخلاصهم، وبالتاكيد هي راح تنقل منها العائله تروح لعائله استاذ فلاح، وان شاء الله تكون معززه ومكرمه مصونه بهذا البيت. واكيد هي امانه طبعا من هالعنق الى هالعنق هذا. فالسيد اغنى الحديث بالايات، ونستمع من عندكم ان شاء الله. اهلا بكم آل بنايل، اهلا وسهلا بكم. وعلى راس عمام آل بنايل آل حي يرد، وجايبين الجاويد والساده والمنقولين على راسنا. اهلا وسهلا وتفضلوا. وهاي المراه امانه لكم. اليوم يقول الحرمه بشارب الخير، زين، ورأس المشي ابو عزام، يعني ما نقدر نحكي والساده والجاويد. فيا اهلا وسهلا ومرحبا. هاي المراه ان شاء الله من بيت اهلها البيت اهلها، ودعه المراه ودعه عندكم. واهلا وسهلا ومرحبا بكم. وقرأ الفاتحه سيدنا. الرسول وآل بيت الرسول، وإلى أموات الجالسين والسامعين وموتى شيعة أمير المؤمنين جميعا، وإلى أموات أهل المقام الشريف نهدي ثواب الفاتحة المباركة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. ما هو معقول ولا مقبول أعيش الفكرة دي يا عم، بعد بنتك أنا حلف لك علي تحرم بنات آدم. ولو دنياي حكايتناي بغنيها بجرح وهم، وهذا القلب عمي صعب حلف بعشقها وقسم. بقول لك شي مدامي حي اموت وغيرها يحرم، بكل الياس بقول للناس حياتي خانها درغم.